من هذا الشيء. ولينا رخاصه يوسف في العالم، كل السياده اليهوديه قابضه في العرب هذا. نحن انا قلت لك الجزائر سوف تعيش وحيدها ان شاء الله، نعيش وحدنا ونعيش كرماء. نعم. وما نسحقش هذا الشيء. انا كي تقول لي على المغرب، الله لا يلعب في المغرب. نعم. مانيش الشعب. لا، شفت المنتخب المغربي مع المنتخب الجزائري بنات، وكانوا فازوا علينا لانهم عندهم فريق احسن منا. علاش قلت لك البيت تاعنا لازم يتسقم يا يوسف. البيت تاعنا ما عندناش فريق وطني للاناث. نعم. ما عندناش. علاش كرة القدم للرجال؟ ولكن لا كرة، لا ليش انا يعني هذا شحال هو سمير يقول لك عندنا فرق يعني في قانون الفيفا صحيح. نقول انه اقترب من النهايه مسلسل اتحاد العاصمه ونهضه بركان المغربي. المسلسل انتهى بلعب نهضه بركان لمباراتهم النهائيه امام الزمالك. طبعا الامور ربما كانت واضحه، الا انه البعض ربما اعطى تاويلات خاطئه بانه المباراة ستعاد كما شاهدناها في مباراة الكاميرون. الناس نفسها قال لك المباراة ستعاد، والبعض قال لك بأنها ستتأهل مباشرة. في نهاية المطاف المباراة النهائية لعبت. شفنا هذا المسلسل بور موا نقول باللي مسلسل اشاك فوا انت تحدثت وانت تحدثت على اللقاء تاع الكاميرون اللي كنا كاع نستناو اللي تعاود وكذا. انا نقول باللي شوف صراحه احنا اللي لحقنا روحتنا لهذا الشيء هذه، باسكو ضعفنا روحتنا ما عندكش ولا واحد في كما نقولوا في لاكاف اللي كانت القوه اللي كانت قوه من قبل مع زمان روراوا وين كانت عنده يد حديد تما. نعرفوا باللي باش تكون في افريقيا ما تخفالكش باللي احنا في قاره افريقيه. نعم. لازم تكون عندك يد في لاكاف. انا نشوفهم باللي الجيران تاعنا شوف دايرين هما. كان واحد الكلام قالوا في احد القناه ميدو اللاعب السابق المصري وين قال لك باللي لاكاف موجوده في مصر ولكن القرارات راهي في المغرب. انا نشاطروا في هذا الراي. انا نقول نحو الصراعات اللي كاين داخل ولازم نتحدوا باش نقويوا روحنا. اذا كانت هذا الامر هذا راه ياثر على الكره الجزائريه خاصه مام اذا نولوا في الفريق الوطني. كان ناخب بالاسبق بالماضي كان اشار وقال باللي لازم نحموا الفريق الوطني. شفناه باللي مام لي زاربيت نعرفوا كيفاش يتنداروا لي زاربيت. نعرفوا الكولاسات في كره القدم عندها امور اللي راح تاثر كثير على الفريق الوطني ومام الفرق الجزائريه. لازم انا نقول لازم نتحدوا بيناتنا ونديروا اعضاء اللي يكونوا في لاكاف ان شاء الله. نعم ان شاء الله. استاذ ناصر تفضل. هي قضيه اراده وقرارات. نحن اصحاب الوجه الواحد غير موجودين في بيت الفيدراليه. لهذا يعني كي طلع حسابه كلفنا الامر غالي بالنسبه لقضيه اتحاد العاصمه اللي كنت اشرت لها ان المباراه هذه زربوا بالاتخاذ يعني باتخاذ الاجراءات القانونيه على اتحاد العاصمه. المباراه كانت جرت البارح يعني في ظروف عاديه كانه شيء ما يصرى، ولكن هذا الشيء يعود الينا احنا كجزائريين، هو عدم تضامن تاعنا بيناتنا. اللي لحقنا موتسيبي اللي يجي البلاد لهنا يحكم باحكامه وهما يحكموا فيه يهود ونصارى في المغرب العربي. يعني هذا الشيء اللي خلى المغرب وليس المغرب العربي. المغرب انا نقول المغرب يعني العربي لان المغرب العربي هي جزء من المغرب العربي، ولكن لما تنظر للنعمه يعني تاع سيدي ربي احنا الشعب بيناتنا ما عندنا حتى اشكال الا في الحكم ديالهم. هو يقول لك ومن كان في نعمه ولم يشكر واش راح يصرى له؟ خرج منها ولا يشعر. يعني الانسان يكون صريح. احنا كانوا هما في نعمه معنا، ولكن لما استولى عليه يعني المغرب تاعنا، نقول المغرب تاعنا لانه الشعب هذا ديالنا. لما تشوف الشعب المغربي احنا خاوه كما نقولوها، ولكن لما تشوف الحكم هذا الصهيوني لا ما نعرف واش راح نقول لك انايا. احنا خاسرنا الاكبر اننا خاسرنا فيما بيناتنا. احنا في بيناتنا ماناش متفاهمين. كي قال لك لما تكون يد واحده تضرب بيد من حديد والكل يعني متفاهم مع بعضه، كنا قادرين تكون نتيجه في هذه المباراه. كما قال لك لا يوجد احد في البيت الافريقي. كيف تحب انت تنال كما يقولوا الحق ديالك؟ ما تنالوش خويا سمير. من المحال تنال الحق في ظل هذا الضلال اللي راهم مسلط على المغرب. نعم هذه هي. تفضل. لازم نتحدوا، ولكن كاين حاجه اذا مرجيه حس باللي قاسلوا الكرامه تاعو ولا نولوا كرجل واحد. ما تنساش فعلا
هذا الامر هدايا. انا حاجه اللي عجبتني في مناصرين اتحاد العاصمه وين فهموا الوضع وكانوا نساو كره القدم. ما تنساش باللي هذه هي اللي تحق الكرامه تاعنا، احنا بلاد سقات بدم الشهداء. صح. ما بقاتش انا نقولوا العلامه الكامله للمناصرين تاع اتحاد العاصمه. على بالهم صح سي فري او نيفو فوتبول تخسر دومي فينال، وكانت نقول لك بالك هذه الطبعه السهله كاع في لو نشوفوا الموسم الفارط كانت اللقاءات تاع اتحاد العاصمه كان مستوى، ما شفناش مستوى. كره القدم فريق بركان نقولوا ما يقدرش مع الفريق اتحاد العاصمه، على بالو بلي اتحاد العاصمه قوي عليه، ولكن راح في جهه واحده اخرى في الكولسه. نعرفوا دوك صراحه نقولوها بالعاميه، نقول الناس كاع على بالهم باللي دوك القرارات راهي تتقار من البلد الجار للمغرب، هو خاصه من رئيس الجامعه الملكيه لقجع. ولكن لما تشوف لقجع، شوف هذاك الانسان اللي دار لهنا موتسيبي يتنقل من طائره الى طائره، يقول لك الشجر اذا سقيته اثمر والبشر اذا سقيته انكر. هذا نكار خير. باش نقول لك يا يوسف، يعني الانسان يكون صريح. انت يا اسكو موتسيبي هذا كي جا للجزائر كان على حسن الضيافه تاعنا والكرم اللي كنا درناه له. شوف واش رجع لنا، احنا ما نسحقوش ترجع لنا. كون عندك موقف ومبادئ ومشي بها. ما قلناش الجزائر انا با بوزوان باش ترجع لها. احنا جا شعب سواء حكم ولا يعني شعب او جيش، احنا ونا بوزوان دو بيرسون. احنا شده تاعنا الا في ربي. احنا ماناش نستناو هذا موتسيبي يجيب لي حقي. لو كان باش يجيب لي حقي كان ياخذ قرار. ولكن هاني قلت لك هو وحتى رئيس الفيفا اللي راهم عايشين كيف دوك في المغرب، الملاهي كل شيء يعني تم. نبقى في كرة القدم أستاذ ناصر. يعني نبقى في كرة قدم. ولكن شوف سي يوسف، لا أستاذ ناصر تحدثنا كثير على لا انا والله ساظل شوف على موتسيبي، وتحدثنا على هؤلاء الاشخاص، ولكن يجب ان نتحدث نوعا ما ايضا على الجانب الدبلوماسيه الرياضيه في الجزائر التي تبقى غائبه ونتحمل مسؤوليتها نحن قبل ان يتحمل مسؤوليتها جيراننا في الخارج او رئيس الكاف. لذلك يبدو باننا ايضا نعاني من ازمه داخليه قبل ان نتحدث عن ازمات خارجيه. تفضل اخ. لا بارك الله فيك يوسف. انا نشاطرك هذا الامر هذا وين تحدثت باللي الامر كما نقولوا راه في بيتنا حنايا المشكله هذه. ولكن نقول باللي هذه كما نقولوا المصيبه هذه تاع اتحاد العاصمه اللي صرانا المشكله هذايا راه كما نقولوا بالك اتحاديه راح تتحرك وراح تحمي الفرق الجايه، الفرق تاعنا اللي يشاركوا في الكؤوس الافريقيه، مام المنتخب الوطني. باسكو علاش لو نتحدثوا نشوفوا الفريق الوطني كان مستهدف، كان مام الناخب الوطني جمال بالماضي كان يحذر ويقول لك باللي فريقنا الوطني راه خاصه من الحكام. نعرف باللي من يتحكم في الحكام في افريقيا. الكولسه في افريقيا معروف، ما في وقتنا احنا كي كنا لاعبين كنا نتخوفوا كثير على التحكيم هذا لازم كما نقولوا لازم نتحدوا ونصوا عباد اللي يكونوا في الاتحاديه في الاتحاديه الافريقيه باش نكونوا قويين. لا المشكل لو كانت عندنا درايه، لو كان عندنا عوض في الاتحاد الافريقي كنا نعرفوا باللي الفريق البركان كان يلعب بالقميص. باسكو هنا شي ديبي تاع لا كومبيتيسيون، في لا كومبيتيسيون فرضت عليك تولي دو مايو تاع اللي فيه شعار خريطه. كنا نعرفوا ونتحركوا ماشي دوكا، فهمتني؟ مش في المطار كي دخل الجزائر. نعم هذيك هي اللي خلاتنا الامر هذايا. ان شاء الله نبالك هذه العقليه هذه ان شاء الله. والله سمير راني نشوف لما تقول يعني تكلم هذا نشوف على حسب النيه تاعنا نحن نرزق. لانه اللي كي تحب هنا في البيت تاعنا نظافه العقول من الحسد والبغض والكراهيه. هنا في بيت الفيدراليه لما تشوف العقول والناس يعني اللي كي نقول لك الناس اللي واعيين في المهمه هذه كانت راح تسقم علينا. ولكن احنا نظافه عقولنا ماهيش سليمه وماهيش نظيفه. لما تقول لي انت انا لحقت للطاس وراح نجيب حق وتغلط الراي العام وتغلط كذا ومن الاخر في الاخير ما كاين حد شيء. يعني صعيب الشيء. حنايا البيت تاعنا لازم له يتسقم، ماهوش مسقم لحد الان، ماهوش مسقم. استاذ ناصر يلا نروحوا مباشره للمشكل الاساسي لانه ما عشناه يجب الا نعيشه مستقبلا، الا وهو كاس افريقيا في المغرب. التجاوزات ستكون ربما مفتوحه لدى الكل في المغرب باستفزاز الجزائر باعتمادهم امور غير معتمده، والجزائريين او منتخبنا الوطني او البعثه الجزائريه ايضا ملزمه بالتعامل مع هذه الامور. الآن يا إما أن توضع النقاط على الحروف حاليا، إما أن الجزائر لا يمكن أن تشارك أيضا في كأس الأمم. يجب الآن التحرك قبل الوصول لسنة 2025. هذا هو ربما السؤال المطروح. أنا نشارك ولا ما نشاركش ما عنديش. أنا كجزائري نتكلم كوطني، ما نتكلم على نفسي.
انا نقول لك نعيش وحيد وسعيد خير من 1000 منافق ويحبونا كاع. معليش انا اقول لك الحل يا يوسف. سمير خويا، الحل نقول لك انا حصه من الحصص كنت طلبت، يعني كان الدوله هذه تخرجنا من البطوله هذه تاع افريقيا حوالي 5 سنوات باش نسقم البيت تاعي بالداخل. معليش منتخبنا الوطني راهو بعيد على البطولات تاعنا، معليش احنا دوك ما شاركناش في كاس افريقيا في الجيل الذهبي، راهي خساره. انا شوف ان شاء الله انا نقول لك حاجه من باب النيف، قلت لك نعيش سعيد، نعيش وحدي في بيت وما نسحقش انا 10 مدورين بيا ويكلخوا لي باش نرقد وناكل. انا هذا رايي ديالي، لانه انا نشوف السياسه اليهوديه الموجوده في المغرب. نعم هذا رايي. على هذا الباب وحنايا دوك تحب ولا تكره. بك يا يوسف خويا سمير لازم نعرف كم اصبحت دماء المسلمين رخيصه من هذا الباب تاع المخزن. اصبحت الموت يعني في كل يوم 100 ميت 150 ميت من هذا الشيء. ولينا رخاص يا يوسف في العالم. كل السياده اليهوديه قابضه في العرب هذا. نحن انا قلت لك الجزائر سوف تعيش وحيدها ان شاء الله، نعيش وحدنا ونعيش كرماء. نعم. وما نسحقش هذا الشيء. انا كي تقول لي على المغرب، الله لا لعبت في المغرب. نعم. مانيش باش الشعب، لا شفت المنتخب المغربي مع المنتخب الجزائري بنات وكانوا فازوا علينا لانهم عندهم فريق احسن منا. علاش قلت لك البيت تاعنا لازم يتسقم يا يوسف. البيت تاعنا انت ما عندناش فريق وطني للاناث. نعم. ما عندناش. علاش كرة القدم للرجال؟ ولكن لا كرة لا ليش يعني هذا شحال هو سمير يقول لك عندنا فرق يعني في قانون الفيفا. صح لي ناصر، قانون الفيفا فرضت باللي لازم يكون فريق نسوي. نعم عادي. لا نتحدثوا على مبدا كره قدم تاريخيا فقط. نعم. حبيت نقول برك بالك هذه القضيه تاع اتحاد العاصمه راح كما قلت فتح لنا عيوننا. نقول لك علاش، باسكو علاش كاين تحركات دبلوماسيه خاصه او نيفو تاع لوزان راح مدوا داروا طعن. صح سا برون دو طون، ولكن نقول باللي انا سوي سوري سارتان باسكو القوانين واضحه باللي لي زافوكا اللي داروهم راح يجيبوا لنا حقنا للمستقبل خاصه في الفرق تاعنا او في الفريق الوطني. انا نقول باللي متفائل باللي الحق تاعنا عاود يرد، ولكن نقول باللي اتحاد العاصمه خسر دومي فينال ولكن ربح بزاف حوايج. نقول الكرامه تاعو ربح، هذا سي البلوز امبورطون. حنايا تعرف باللي جزائريين عندنا هذيك لا فيرتي هذيك كي تلحق للنيف وكذا نتلاحموا كامل. يا الكره كره قدم بقى كره قدم، ولكن انا سوي سوري سانتا نشاطر ناصر وين تحدث قال لك لازم نتحدوا لو نشوفوا باللي 2019 نشوف شحال من رئيس جاز على اتحاديه. هنا الاشكال لازم تكون كما نقولوا انستابيليتي او نيفو استقرار او نيفو في الاتحاديه. نعرفوا باللي صادي وليد صادي انا كانت عندي معاه خدمت معاه كي كنت في وفاق سطيف، انسان لاباس به، انسان دا خبره كان يخدم مع راو. انا نقول باللي على بالو شاو يدير. ان شاء الله نتفائلوا خير ان شاء الله، باسكو لازم نحموا رواحتينا. تحبوا ولا تكره ناصر شوف مام كانت من قبل كانت تجاوزات، ولكن نقول باللي انا لافير تاع اتحاد العاصمه هذه بينت بزاف حوايج وبينت شكون يحبنا وشكون يكرهنا. وهذا هو الخطا تاعنا احنا قلوبنا بيضاء لما تطيح في بشر خبيث. القلوب البيضاء ما يعرفولهاش كامل الناس خويا سمير. القلوب البيضاء ترقد معاه اليوم غدوه بحال الفقير اذا مديت له يشبع، اما الغني عمره ما راح يشبع، حتى وزيد تمد وتمد عمره ما راح يشبع. هذا المخزن اللي راني نتكلم عليه ونقعد نتكلم عليه، وان شاء الله مره نلعبش لا كوب دافريك تما يقعد شفايه للمسلمين الحرين هذو. احنا الجزائر وش بيك، احنا بجيشنا وبرئيسنا وبشعبنا احنا ما نحبوش هذا الشيء. العروبه تاعنا ما تتباع ما تشرى. علاش قلت لك واش يعطوا له ما يشبع المغرب هذا. نعم. السياده تاعو الكرامه تاعو طاحت. نعم. ولكن هو في بالك في نفسه راهو داير حب لانه حاجه كبيره. وينك اليوم راك في الدنيا وغدوه مع ربي باش تلاقيه انت. نعم الرساله وصلت استاذ ناصر. لا يوسف انا ولا يا سمير نقطع لك الكلام. انا كي نبدا نهضر يوسف ما يحبش ربما على الماء. انا نقعد والله غنتكلم ونقعد مع ولي امري وجيشي وشعبي. ولكن احنا جينا نتحدث عن الرياضه. رياضه هذه رياضه سي رياضه. لو كان جات رياضه يا سي يوسف، لو كان جات رياضه ما يديلكش ماتش هكذا ماشي بخريطه رياضي. لا معليش احنا ماناش ناس واهل السياسه باش نتحدثوا في هذا. انا نهضر لك رياضه يوسف ولا سياسه. يوسف انا حاجه اللي نتاسف بها، شفت قنوات تونسيه او المصريه اللي كانت تميل القضيه المغربيه كانوا معاهم حاجه. لو سول برك اللي كان اللاعب القدير واسمه ميدو اللي تحدث كلام اللي قال لك باللي
التوانسه عطاونا الحق ما انا عطاوناش في ولا كان اختلاف في البلاطو. اختلاف في اختلاف. البلاطوات. والقانون واضح، القانون واضح. نقولوا باللي انا نقول الغلطه هنا كاع من الاتحاديه الافريقيه. القانون واضح، عفست تاع القانون تاع الفيفا. هما اللي اغرياو تريكو، هما اللي هذا هو أغرياو. الاشكال، هذا هو الاشكال. حنا شغل نتاسفوا. علاش انا قلت لك من قبيله حنا اللي ضربنا روحتينا بيدينا. بيدينا. صح، علاش؟ صح، يوسف. لو كان عندنا عوض برك في الاتحاديه كان ينبهك على البكري، فهمتني؟ بارك الله جازوا 10 مقابلات سي صا اللي تخليك انت كيفاش حتى لعبنا معاهم باش عرفنا هذا الامر هذا. هنا تفيق باللي كنا لتينا بعفايس واحد اخرين كو لازم نعم. تحمي الفرق الجزائريه والمنتخب، خاصه المنتخب. لو نشوفوا النسخه الاخيره تاع كاس افريقيا، الفار حكايه الفار، حكايه وكانت مام مقبل مام لي زيميناتوار تاع كوب دي موند هنا من 2019 وين شفناه اهداف اخطاء فادحه من التحكيم. هذه هي الكولاسه. يعطي بعد لك حاكم حاكم كما نقولوا ستاني ليمون امبورطون في كره القدم. دوك ان شاء الله نتفضلوا الامر هذايا ونحاولوا نبيتوا البيت تاعنا.